الحديد ضاع والانيميا في النازل رغم اننا بناكل حاجات كتير غنية بالحديد، وممكن كمان بنكون بناخد مكملات غذائية فيها حديد كتير. للأسف دي شكوى شهيرة، وللأسف الحديد مهم جدا وبيأثر على كل وظائف الجسم. من الآخر كده هو من أهم من معادن الجسم اللي عشان بناكلها وبتأثر معانا في وظائف الجسم الحيوية. وللأسف هو عامل زي الفريك ما بيحب الشريك، في حاجات كتير قوي بتضيع فايدته وبتقلل امتصاصه جدا. طيب زي ايه؟ حاجة اسمها التانيك اسيد، وده موجود في الشاي الاخضر والعنب. الاوكزالات، ودي موجودة في السبانخ والشاي والقهوة والمكسرات والكاكاو والشوكولاتة. الالياف العالية، لما بناخد حاجة فيها الياف عالية ممكن تقلل معايا امتصاص الحديد. وبرضو عندنا حاجة اسمها مركبات الفوسفات، ودي دايما بنلاقيها في الايس كريم واللبن المثلج والمعجنات الجاهزة والبسكوت. كل الحاجات دي بتأثر معايا في امتصاص الحديد. يبقى الحاجات دي نبعدها عن مصدر الحديد اللي بناكله، او لو بناخد مكملات فيها حديد. طيب احنا ممكن ناخد حاجات تزود معايا امتصاص الحديد؟ طبعا. فيتامين سي وفيتامين اي يفضل ان احنا ناخدهم مع الحديد، بيزودوا امتصاصه. للاسف الناس اللي بتاخد ادويه لحمض المعده زي ما احنا عارفين بيقللوا امتصاص الحديد، فناخد بالنا من القصه دي. سكر الفركتوز من الحاجات اللي بتحسن امتصاص الحديد، وكمان النحاس اللي موجود في الخضروات الورقيه والبذور بيزود امتصاص الحديد. الموضوع ده محتاج بس شويه تنظيم، ناخد المصادر اللي بتساعد على الامتصاص معاه، ونبعد بينه وبين الحاجات اللي بتقلله 2 ل 3 ساعات مثلا.